السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله معانا المهلبية بطريقة جديدة خالص تغير فكرتك. يلا بسرعة انزلي اعملي لايك ونشوف الفيديو مع بعض. معايا هنا النشا، دول معلقتين نشا كبار. المعلقة بملاها هرمية، 4 معالق دقيق، معلقة سمنة، السكر حسب طبعا الاحتياج، والكاكاو ده ولو عايزة تعمليها بكاكاو، ومعايا كريم جانتيه، ومعايا الفانيليا، وده اللي معايا لتر لبن. اول حاجه هاخد في بوله كده ادي معلقتين نشا كبار مليانين هرميه. وما تقلقيش خالص ان انت هتعملي المهلبيه بالدقيق، طعمها مش بيبان خالص. اهم شيء، اهم تركه فيها ان انت تغلي اللبن كويس بالمكونات بتاعته عشان ما يبقاش فيه اي طعم دقيق خالص. هحط على الحاجات دي طبعا السكر حسب المذاق، كل واحد بيحط السكر اللي هو عايزه. معايا لتر اللبن طبعا هضيفه، ادوب فيه المكونات بتاعتي كويس قوي الاول على البارد علشان خاطر النشا ما يكلكعش. لو اللبن سخن النشا هتكلكع منك، فلازم الاول ندوب الحاجه كده على البارد، وبعد كده حل على النار اروح نازله بالمكونات بتاعتي كلها على في قلب الحله. ومع التقليب طبعا المستمر ابدا اقلب كده لحد ما القوام يبدا يتخن معايا. لحد كده دي طريقه مهلبيه عاديه بس باضافه الدقيق. قد ايه بتطلع كريمي وحلوه، ده اهم حاجه يعني فيها ان هي بتبقى كريمي. بتبقى كده زي المهلبيه بتاع المحلات. انا هسيبه كده على النار لحد ما يغلي. كده غلى. اول ما يبتدي كده بحط الفانيليا، بقلبه تقليبه كمان كده واحط الفانيليا. هو كده بيغلي معايا. اول ما يغلي كده ابدا بقى احط معلقه السمنه، معلقه زبده، معلقه سمنه اللي عندك حطيه. دي معلقه سمنه بلدي. يبقى انا كده حطيت الدقيق والنشا وعليهم لتر اللبن وعلقتهم على النار والسكر. وبعد ما يغلي بقى يعني او قبل ما يغلي بشويه كده ممكن احط الفانيليا، وبعد كده احط معلقه السمنه في الاخر او الزبده. دي على فكره مهمه جدا، لازم يغلي معايا كويس قوي. اول ما غلى اهو اخدته وهو سخن في بوله، بعد ما شلته من على النار وغلى كويس جدا اخده في بوله افضيه وهو سخن. احط عليه كيس الكريم جانتيه دوت بقى، هو ده اللي بيديله الطعم الجميل والملمس الكريمي. بيخليه كده زي اللي بتاكليها في المحلات، وهي اصلا يعني الكريم جانتيه بيفرق في طعم المهلبيه خالص. ابدا بقى اضربها بالمضرب، اضربها كويس جدا جدا لما احس ان هي امتزجت كلها في قلب بعضها. والله هتاكلي المهلبيه بطريقه جديده خالص وطعمه قوي. ودي من الوصفات الناجحه بصراحه جدا جدا يعني. ابدا اضرب كويس جدا جدا كده. كده خلاص ابدا بقى احطها في البولات اللي انا هحطها فيها. هنا حطيتها في البولات وحطيت جوز هند وزبيب، وفي حطيت عليه الشوكولاته، يعني حسب بقى كل واحد وايه واللي يحب يحطه يعني. مكسرات، قرفة، اي حاجة. وده شكلها النهائي وبصراحة يعني ريحتها وطعمها ملهمش حل. اهم حاجة فيها ان هي بتبقى كريمي كده وحلوة جدا. ودي ما بتبقاش في المهلبية اللي هي بالنشا، ما الملمس الكريمي ده ما بيبقاش في المهلبية اللي فيها النشا. زي ما انتوا شايفين كده، شايفة كريمي ازاي. طعمها رائع جدا. شايفين الملمس. اتمنى ان كلكم تجربوها ويا رب تعجبكم.
يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة اللي بيشوفنا لأول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.